السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور رمضان خيري في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن واحد من أشهر الأدوية الموجودة، وهنبين في صيدلية وهنبين كده كذا حاجة مفهوم غلط الناس واخداه عنه. الدواء ده هو ريفو أقراص. طبعا كل الناس عارفة الريفو يا جماعة استخداماته مسكن ومضاد للالتهابات، ممكن في ألم الأسنان، صداع. بس في ناس بتستخدم الريفو للسيولة، والريفو يا جماعه ما ينفعش للسيوله ان هو يستخدم كل يوم كده للسيوله، لان هو تركيزه عالي جدا 320 مللي جرام. عايزين نوضح ان ادويه السيوله اللي موجوده في الصيدليه تبقى نفس الماده بس من تركيز 75 لتركيز 100، زي الاسبوسيد اقراص او اسبوسيد المضغ اللي تركيزه 75، زي الجوزبرين اللي تركيزه 81، زي الاسبرين بروتكت اللي تركيزه 100. اي واحد من دول ممكن تستخدمه بشكل يومي او الدكاتره بتكتبه بشكل يومي لعلاج او لسيوله الدم. بس الريفو ما ينفعش انك تاخده كل يوم للسيوله، لان الريفو مش للسيوله يا جماعه، غير انه بيعمل مشاكل كبيره جدا في المعده. انت ممكن تستخدمه زي ما قلنا مسكن للصداع، الام الاسنان انما تستخدمه كل يوم للسيوله انت كده لا بتاخد منه مفعول للسيوله، وبتعمل مشكله كبيره جدا في المعده. احيانا في بعض الاوقات بيكون مفيد للسيوله في حالات معينه، ولكن مش بالشكل اللي احنا بنستخدمه بيه كل يوم، او بيبقى بالاستخدام المفرط ده هيعمل لك مشاكل ومش هيعمل لك سيوله. عايز تاخد حاجه للسيوله خد اسبوسيد 75، خد جوزبرين 81، خد مثلا في منه على فكره ريفو تركيز 25 مللي، هو ده التركيز اللي هيناسبك في السيوله من 75 ل 100. انما الريفو مش للسيوله. كان لازم ان احنا ننبه على الموضوع ده، وكان لازم لان بشوف ناس كتير جدا في الصيدليه بتاخده، ولما بسالهم بتاخدوه ليه يقول لك احنا بناخدوه عشان السيوله. هو ما ينفعش للسيوله، زي ما قلنا هو صداع، الم اسنان، ومش على طول برضه عند اللزوم، وفي حاجات تانية احسن منه. فبلاش انك تاخد بالباقي ريفو بقى علشان خاطر سيوله، انك تروح تشتري ريفو عشان السيوله. هو ليه استخدامات معينه زي ما قلنا واوقات معينه، بلاش نعتمد عليه في السيوله. في حاجات تانية زي ما قلنا ممكن نعتمد عليها. يا ريت تكون المعلومه مفيده، يا ريت توصل لناس كتير. عايزك تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. ويا ريت لو في اي سؤال سيبهولي تحت في التعليقات وانا ارد عليه في اسرع وقت ان شاء الله. اتمنى تكون حلقه مفيده واتمنى تكونوا استفدتم. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.